الدوري المستحيل اهلاوي. مفيش مستحيل اهلاوي، كل شيء مع الاهلي مباح وممكن وبإرادة ربنا. وتحس ان سبحان الله الدوري بيحب الاهلي والاهلي بيحب الدوري وجماهير النادي الاهلي بتحب الدوري. الف مبروك والف مليون مبروك لجماهير النادي الاهلي العريضة في كل مكان، وكلنا طبعا فرحانين النهاردة، والفرحة مضاعفة لان الدوري كان صعب جدا والدوري كان جاي من بعيد جدا. ولكن يعني ايه الدوري المصري؟ يعني كله يعيش الوهم والاهلي ياخد الدوري في الاخر، وده ما تحقق. وبنشكر ناس كتيره قوي، ومن ضمنهم رقم واحد هو الكابتن عماد النحاس اللي مساهمته واصراره على الفوز في 6 مباريات واحراز 21 هدف في 6 مباريات. طبعا اهداف كتير ويعني حاجه محترمه جدا واداء محترم وسداسيه رائعه واداء خطير ولا اروع من لعيبه النادي الاهلي. شكرا رجاله النادي الاهلي. ولكن انا عايز بس انوه على نقطه هنا، ان يا جماعه بيراميدز هو من ضيع على نفسه الدوري، ومفيش حد ضيع عليه الدوري ده لسبب واحد بس. بيراميدز هو اللي فرط في ال6 نقاط ورا بعض في ماتشين ورا بعض، واحد بال3 بيتغلب واحد بال4 بيتغلب، فده ذنب بيراميدز مش ذنب اي حد. لكن لما نيجي نقول على العداله الكرويه، العداله الكرويه تحققت بتحقق الدوري ال45 للنادي الاهلي. والف مبروك لشعب الاهلي العريض، ودايما ليله حلوه وليله حمراء وكلنا نفرح ان شاء الله.